مليون مسلم لا يسمح لهم بالصلاة ولا النقاب ولا اللحية، يقتلون كل يوم في الشوارع. هل رأيتم حاكم تكلم؟ فعذرا. هل رأيتم مشايخ السلاطين تكلموا؟ فعذرا. هل رأيتم من علمائنا من ذكر لنا على المنابر أن هناك مليون مسلم فلسطين مضطهد بمثل هذه المأساة؟ لا. فنحن في زمان الجبن، نحن في زمان الخوف، نحن في زمان الذل، نحن في زمان عمائم العار وحكام الذل. بينما كل هؤلاء صمتوا، وأختم إن شاء الله، بينما كل هؤلاء صمتوا على هذه المشاهد، وأنا أستأذنكم أن تعودوا إلى المواقع، وأن تعودوا إلى القنوات، وأن تعودوا إلى الإنترنت، وأن تكتبوا بين قوسين إقليم الأقوار. وأريد منكم فقط أن تشاهدوا المشاهد التي والله يتقطع لها الفؤاد من كمد إذا كان في القلب إيمان وإسلام. صمد كل هؤلاء، وخرج لاعب كرة قدم أوزيل يذكر المسلمين، وهم أولى بنجدة هؤلاء، يذكر المسلمين أنه في آخر الأرض لكم إخوة، لكم إخوة. أوزيل ذكر هؤلاء، ذكر من؟ ذكر مشايخ المنابر، وذكر علماء السلاطين، وذكر حكام العار. لاعب كرة قدم ذكرهم أن هناك مليون مسلم مضطهد في الصين. وبالله عليكم انتبهوا، لا والله، بالله عليكم استيقظوا، لا والله. أن اتجهت إلى بلد فيها الإسلام وجدتها كالطير مقصوص الجناح. هذا في الصين، هذا في إقليم الأقوار في الصين. وبينما أيضا ليس ببعيد مليون مسلم لا يسمح لهم بالصلاة ولا النقاب ولا